السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة. معي أنا عمار الصالحي. قانون العفو العام أسير ما بين المحكمة الاتحادية والبرلمان. فقرات قانون العفو العام، هل سيشمل القانون الإرهابيين أم لا؟ هذا القانون وجدليته مع السياسة، هل هناك تدخلات سياسية في قانون العفو العام؟ كيف استخدمه البعض كدعاية انتخابية للبرلمان القادم؟ كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو. السيدة سوزان العزاوي المستشارة القانونية، حياك الله واهلا وسهلا بك، ضيفة عزيزة علينا في برنامج بصراحة. وأيضا السيد حسين الفرجي مراقب للشأن السياسي، حياك الله واهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ حسين. خليني أبدأ وياك ست سوزان على قانون العفو العام. خلينا بالبداية نوضح شنو قانون العفو العام ومنو اللي راح ينشمل بقانون العفو العام. تفضل. نعم. ببداية البرنامج نحب نرحب بكم ونشكركم على استضافتنا في هذا البرنامج الجميل والراقي، ونرحب بزميلنا أيضا، ونشكركم على هذا الالتفاتة الجميلة التي هي كرأي عام أصبحت محل نقاش ما بين القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا وما بين القرارات الدستورية التي نص عليها مجلس النواب. نعم. هذا القانون العفو العام جاء قانونا عاما، لكن هناك استثناءات. طبعا على كل قانون يرد استثناءات خاصة. الأمر الذي حصل وأدى إلى جدال ما بين المحكمة وما بين مجلس النواب بأن أي قانون يصدر من مجلس النواب يجب عليه التصويت كامل، وبعد انتظار مدة 15 يوما، وبعد نشره بجريدة رسمية ليصبح القانون نافذ وساري المفعول. إلا هناك حصلت بعض الطعون من قبل بعض المعترضين على هذا القانون. نعم. مما أدى إلى إصدار أمر ولائي. خلينا قبل أن نبدأ بالأمر الولائي. نعم. ست سوزان. نعم. قانون العفو العام، جنابك أكيد اطلعتي على فقرات قانون نعم. العفو العام. هناك حديث في الشارع بأنه ممكن من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين قد ينشملون بالقانون. نعم. راح ينشملون بالقانون، ما ينشملون بالقانون. هناك من قال أن ممكن مثل هكذا قوانين سوف تخرج الإرهابيين من السجون، وهناك تخوف. وضحي لنا هاي الحيثية باعتبارها هو أكثر شيء هناك به تخوف حتى من قبل بعض السياسيين ومن قبل الشارع العراقي. أنا كنت سوف أسرد لكم طبعا. نعم. الاستثناءات التي وردت على هذا القانون. نعم. القانون شمل قضايا الإرهاب، لكن ليس بإطلاق كافة القوانين على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء وحصول جرائم قتل أو عائة مستديمة للأشخاص. هذا طبعا استثناء ما يشمل القانون العفو العام. القضايا الإرهاب اللي ما كانت بها عاهات مستديمة أو ما كانت بها قتل، مثلا خلينا نقول اشتباه بالإرهاب. نعم. أو اشتباه بعمل جريمة، هاي المادة استثنتها طبعا. يعني ما جاء القانون على إطلاقه. فيعني مثلا هسه نقول القاتل إذا ما بتنازل صريح من ذوي المجني عليه، وإذا لا يوجد هناك صلح وتراضي، المحكمة ما راح تصدر أمر بالعفو العام للجاني طبعا. القانون لم يأتي بشكل مطلق، هناك استثناءات طبعا وردت عليه. نعم، لكن بشكل عام من تلطخت أيديه بدماء العراقيين أو من ثبتت عليه بأنه هو منتمي للجماعات الإرهابية ما يشمل القانون. وإذا كان هناك فيما يخص للمجني عليه لم يتنازلوا أيضا ما يشمل نعم. القانون. إذا ماكو تنازل وصلح عشائري وتراضي ما بين الطرفين وموثقة بيناتهم، طبعا المحكمة لن تأخذ بهذا العفو العام. نعم. خلينا ننتقل للسيد حسين. حياك الله سيد حسين. هناك من استغل قانون العفو العام في الجانب السياسي، وشفنا احنا بأنه هناك عندما أصدرت المحكمة الاتحادية الأمر الولائي هناك اعتراضات كبيرة، وأيضا وصلت إلى مراحل متشنجة كثيرة وحساسية، وخاصة من الكتل السنية وعلى رأسهم السيد الحلبوسي. وشفنا الاتهامات اللي ظهرت للسيد الحلبوسي المحكمة الاتحادية. هل السيد الحلبوسي كان هو متبني هذا القانون، وهناك اتهامات بأن السيد الحلبوسي لا هو كان ضد القانون؟ وضح لنا هاي الحيثية. حياك الله أستاذ عمار، تحية لك وضيفتك الكريمة والمشاهدين الكرام. ابتداء طبعا احنا نرجع لأصل الخلاف. أصل الخلاف
في قانون العفو العام رقم 27 سنة 2016 التعديل الثاني هي المادة 9. المادة 9 اللي تكلمت عن الجرائم الإرهابية اللي انحكموا بدواعي المخبر السري والمتهم اللي عنده تقرير لجنة طبية يثبت تعرض للإكراه والتعذيب خلاف النصوص مواد قانون وصول المحاكمة الجزائية بالنسبة للمادة 127 بالنسبة للمادة 218 وخلاف نصوص بالدستور اللي حرم استخدام القوة والعنف والتعذيب حق المتهمين اللي محكومين وقابعين بالسجون حاليا. نعم. الموضوع هنا الخلاف اليوم اللي صار مع قرب الانتخابات البرلمانية، الكثير من السياسيين استخدموا هذه الشائعة أنه كدعاية انتخابية لهم. بالنسبة للتعديل الثاني القانون العفو رقم 27 سنة 2016 باعتبار المستفيد الوحيد من عند هذا القانون هو الكتل من المكون السني. نعم. هذا موضوع يعني المأخوذ عليه واللي نعم. وهو حتى ما أصرت بأن قالوا قانون العفو العام يخص السنة، قانون الأحوال الشخصية يخص الشيعة، وإعادة العقارات يخص الكرد. هذا كالمعروف لدى العامة، لكن بحقيقة الأمر قانون العفو ترى الجريمة الإرهابية مستثنات. احنا اليوم عندنا بخصوص آخر تصريح منظمة حقوق الإنسان 70,000 نزيل، عندنا 70,000 معتقل. أغلب هذا النزلاء هم أبرياء شلون؟ أبرياء أنه تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للإكراه، وهذول صاروا ضحية فترة أعتبرها أنا فترة مظلمة من 2014 إلى 2017 بسبب الظروف اللي كانت وسيطرة عصابات داعش على المناطق. أكثر الناس اللي نزحت من المناطق المحافظات اللي خلينا نسميها المحافظات السنية بالمسمى الصحيح. نعم. اللي لجأت الاتجاه الدوائر الأمنية أو المراكز الأمنية اعتقلوهم بسبب تشابه أسماء وبدواعي المخبر السري وبدواعي الوشاية، أغلبهم أبرياء. والدليل أنه اليوم المحكمة عندما تحقق ويا متهم يجب أن ما تستخدم ويا أسلوب القوة ولا أسلوب العنف. اليوم مراحل القوة وصلت عندنا إلى أن عندنا معتقلين ماتوا بالتوقيف. يعني هذا دليل على أنه التحقيق القانون. شوف القانون نقطة الخلاف هي المادة 9 من قانون العفو، قال يعاد التحقيق أو المحاكمة، تعيد التحقيق أو المحاكمة، لا تفرج عنه ولا تشمله بالعفو فيما يخص الإرهابيين. فيما يخص الإرهابيين لما أنت تعيد التحقيق أو تعيد المحاكمة راح تبين أصل ارتكاب الفعل. هل هذا الفعل أنه هذا المتهم فعلا ارتكب فعل أم أنه لم يرتكب فعل وأنه هو بريء وانحكم؟ هذا أصل الخلاف. اليوم الكتل السنية شيء طبيعي تدافع عن قانون العفو، لأن قانون العفو يعرفون أنه يعني احنا بقياساتنا نقدر نقول 80% من المعتقلين هم أبرياء شلون؟ أبرياء أنه اليوم أنا ما دام عندي قناعة بالقانون وعندي قناعة بنزاهة القضاء، قضاءنا نزيه وقضاءنا عادل. اليوم أنا عندي قناعة بالقضاء العراقي، لما تكون عندي قناعة ما أخاف من إعادة المحاكمة ولا أخاف من التحقيق. خلي يعيدون تحقيقه وخلي يعيدون محاكمته، إذا هو بريء خليه يطلع. أنا ليش أبقى البريء أبقي بالسجن والله أنه أنا ما أعيد محاكمته وما أعيد تحقيقه؟ ما دام هو نظام قانوني نظام دارج أعيد هذا الموضوع. خلي قبل لا نرجع لك في الجانب السياسي وتبني الكتل السنيه هذا الموضوع، ثرت موضوع انت كلش مهم استاذ حسين، خلينا اطرحه على سوزان. نعم. سوزان راح نعيد التحقيق. نعم. طيب احنا راح نعيد التحقيق بنفس الناس، شنو الفرق اللي سويناه؟ اكو هناك جدل حصل شلون. نعم. بالمحاكمه الاولى قد ربما ما لم تسنح له الفرصه الكافيه في الدفاع عن نفسه. طبعا بإعادة المحاكمة يجب أن تكون هناك أدلة جديدة، كأن تكون شهادة شاهد لم تسمع عليها المحكمة، كأن تكون ورقة منتجة في إثبات براءة هذا المتهم. أكثر الدعاوى، أنا من الناس اللي كنت محامية وأحضر الدعاوى عن الكثير من الأبرياء، كان يؤخذ منهم الاعتراف بالشدة والقوة والضرب، ولم يسنح لهم بتقديم الفرصة الكافية في الدفاع عن نفسه. ففي هذا القانون عندما يسنح للمتهم الدفاع عن نفسه سوف تتوفر له فرص أخرى لم تتح له في المحكمة الأولى بأن يثبت براءته عن طريق أوراق منتجة في الدعوة كأن لم تنظر لها المحكمة. يعني مو باعتبار أن هذا القانون صدر عفو عام وانتهى الموضوع. طيب في إعادة طلب المحاكمة الزميل أيضا يعرف هذه الأمور جيدا، على المتهم نعم أن يثبت براءته بكل طرق الإثبات، كأن المحكمة لم تتح نكرر هذه الفقرة، لم تتح فرصة الكافية للاستماع عليه. فإن هذا القانون جاء لإنصاف الأبرياء، والكثير من المتهمين الآن مودعين في السجون هم يعني خلينا نقول الغالبية 70% هم أبرياء.
نعم. فهذا القانون سوف سوزان، ينصفهم. هل أي بلد يحتاج ما بين فترة وأخرى إلى مثل هكذا قوانين؟ البلد اللي طبعا خلينا نقول من نحسم الموضوع نقول ما بأمان، البلد اللي ما بأمان ويعني يفتقر إلى قانون حقيقي، نعم. يحتاج إلى هكذا فقرات العفو العام. جنابك تطرقتي على الفقرات. نعم. هل الفقرات معقولة منطقية تخوف الشارع ما تخوف الشارع؟ هل الفقرات كانت بها جنبة سياسية أم هي قانونية بحتة؟ طبعا احنا إذا نجي ناخذ دائما الجانب الإيجابي، الجانب نعم. الإيجابي شنو هو؟ اللي راح ينصف المظلومين والأبرياء من المتهمين، وبي جانب سياسي، هذا الجانب السياسي نتركه للأخ والزميل. نعم. لأن أكيد 100% بي جانب سياسي هذا. نعم. خلينا نرجع نعم. للأستاذ حسين بجانب سياسي ممكن استغلته الكتل السنية، هو انحسب على الكتل السنية وخاصة كتلة السيد الحلبوسي وحزب تقدم بأنه هو متبني الموضوع، وبالتالي دعاية انتخابية مجاني للسيد الحلبوسي حتى يرجع يتصدر المشهد السياسي. لا اطلاقا استاذ العزيز، شوف اطلاقا انه الحلبوسي اليوم لما طالب باقرار قانون العفو، واغلب الكتل السنيه طالبت بهذا الموضوع. نعم. لان يعرفون المستفيد الوحيد من هذا القانون هم الكتل السنيه، باعتبار انه القابعين بالسجون هسه يعني 80% هم من المكون السني وبدعاوي بالدعاوى الارهابيه. بس اكو المساله اللي استخدموا القانون بدعايه انتخابيه، اكو مساله جدا مهمه وجدا يعني منتشره بهاي الايام، انه اكثر المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانيه القادمه والسياسيين واعضاء البرلمان اللي هم بالواجهه السياسيه من جميع المحافظات السنيه اليوم نزلوا منشورات، فتحوا مكاتبهم، اليوم يستقبلون الناس ويستقطبونهم، تعال اني اقدم لك طلب واوكل لك محامي عن طريقي حتى يدافع عن ابنك ويشمله بقانون العفو. هذا الامر ما مقبول اطلاقا، هذا دا يتلاعبون بمشاعر الناس وبعواطفهم، هذا الامر مخالف للقانون، مخالف القانون المساعده القانونيه رقم 7 لسنه 2024. اني لما اكون عضو برلمان اليوم، اني صاحب قرار، اني عضو بالهيئه التشريعيه اشرع قوانين، شلون اجي اخالف القانون؟ وكيف تسوق انت حملتك الانتخابيه بهذا المجال براس الفقير؟ احنا نقول براس الفقير ده يسوقون معه. يعني قانون المساعده القانونيه رقم 27 ايش اجاز؟ اجاز انه تكون مراكز مخوله ومراكز غير مخوله، مراكز رسميه نسميها ومراكز غير رسميه. المراكز الرسميه هي بها تخوير رسمي من قبل الدوله، المراكز الغير رسميه لازم تكون بالتنسيق مع نقابه المحامين وتتعاقد ويا المحامي وتنطي موافقه لنقابه المحامين. اليوم نقابه المحامين بصدد تحريك شكاوي بخصوص مكاتب السياسيين اللي تبنوا مشروع استقبال الناس على مود يقدموا لهم طلبات ومتابعه دعاويهم وشمولهم قانون العفو. هذه دعايه انتخابيه خاسره. الناس يعني بعد ما تستقبل انه اي سياسي يجي يركب الموجه، والله اني دا اروج لك واني دا اشتغل لك واني اطلع ابنك. اكو قانون اليوم يطلع ابنك، اكو محامين. اني اضافه الى عملي اني بصفتي محامي، اني مقدم 120 طلب لشمول بقانون العفو، شمول بقانون العفو واعاده محاكمه وتحقيق. هذا الانصاف. اما انصاف اني سياسي اجي اروج حملتي الانتخابيه والله حتى اطلع هذا الموقوف من السجن، اسوي فضل على اهله في سبيل ينتخبوني بالانتخابات البرلمان، هذا الامر ما مقبول. نعم. لكن استاذ حسين استخدموه، واذا مشى الامر فبالتالي ممكن هو نجاح للكتل السنيه، كون انه مثل هذا القانون هو مو وليد اليوم، هو طلب للكتل السنيه منذ سنوات. استاذ العزيز اطلاقا لم يكن نجاح، هذا ابد مو نجاح هذا الموضوع. كيف نجاح؟ اصلا الدعاوي اللي القانون المساعده القانونيه رقم 7 لسنه 2024 منع ان تكون بها مساعده قانونيه، هي دعاوي الارهاب، زين، دعاوي الفساد المالي، دعاوي القرار مجلس قيادة الثورة المنحل النافذ 234 بخصوص دعاوي الدعارة وغيرها، دعاوي اللي خاصة بالمعاملات التجارية والضرائب وغيرها. هذا القانون قانونا ما يجوز أن تقدم بها مساعدة قانونية إطلاقا. أنت كيف تجي تروج حملتك الانتخابية وتروج المشروعك السياسي بموجب موضوع أصلا هو ممنوع قانونا؟ نعم. انت ضمن كتله نعم. انتخابيه، اليوم انت ضمن الهيئه التشريعيه اللي تشرع قانون لهذا البلد. اذا انت مشرع القانون تخالف القانون، شلون غيرك يجي يطبق القانون؟ نعم. خلينا نشوف راي ست سوزان بهذا الجانب. نعم. ست سوزان، اكو شيء ما مفهوم احنا لحد الان، فهمينا شنو الامر الولائي هاي اولا. نعم.
ثانيا اكو نقطة، المحكمة الاتحادية اصدرت امر ولائي بايقاف العمل بقانون العفو العام، لكن بالمقابل المحاكم دا تمشي. نعم. هذا تناقض، من الأعلى، من صلاحياته أقوى. فسري لنا هاي الحيثية. نعم. سوزان. احنا كما تعرفون لا يخفى عليكم المجلس النواب عندما أقر هذه الفقرات القانون العفو العام بجميع فقراته، نعم، كان عليه أن ينتظرون مدة 15 يوما. مدة ال 15 يوم تعطي المجال للنشر في جريدة رسمية وواقع. لم يتم مصادقة كاملة على كامل الفقرات، فهنا أصبح هناك فراغ نص تشريعي. نص التشريع صار قسم من أعضاء يعني مجلس أنت النواب. تقصدين حتى نوضحها للمشاهد. نعم. بأن مجلس النواب قال نصوت على قانون العفو العام. نعم. بدون ما يقرأ فقرة. نعم. لا، هو طبعا قانون صار بمناقشات وبحضور قانوني من المجلس النواب، رئيس لجنة قانونية موجود كان. نعم. يعني كان الاتفاق على جميع فقراته، بس اللي حصل قسم من النواب، هي التصويت شنو اللي صار على غالبية. الغالبية طبعا من تكون الأكثر طبعا القانون يصدر. نعم. هناك الأقلية من المعترضين طعنوا بهذه الفقرات، وين طعنوا؟ أمام المحكمة العليا. نعم. هناك صار فراغ نص تشريعي. شنو ما انتظروا بأنه مدة ال 15 يوم تسري مدتها ونشره في جريدة رسمية ليصبح قانون كامل متكامل. هنا المحكمة بحسب قانون المرافعات المدنية 82 لسنة 1969 فقرات المادة 151 و152 والمادة 153 أعطتها حق مراقبة قرارات الدستورية اللي تصدرها مجلس النواب. نعم. أصدرت أمر ولائي مو بناء على رغبة المحكمة، بناء على طعن حقيقي مقدم من قبل بعض أعضاء مجلس النواب بسبب الفراغ التشريعي. نعم. ما هو الأمر الولائي؟ بأنه يكون هناك إيقاف مؤقت أو تعطيل مؤقت لهذه الفقرات، وليس إلغاء. شنو اللي صار ما بين الشارع العراقي وما بين القانون؟ هناك ناس تدخلوا بهذا لتحريض الناس، خلينا نقول عمل مشاغبات، إيهام الناس بأنه هذا القانون تم إلغائه. القانون لم يتم إلغائه إطلاقاً. فاللي حصل بأنه إيقاف مؤقت لوجود دعاوي لحين حسم القضايا يتم الإصدار القانون والسير في جميع فقراته، إلا أن بعض المحاكم رأت هاي النقطة، رأت بأنه قانون صحيح ومتكامل، وأنه المحكمة لم تلغي القانون ليتم التعطيل والوقوف مؤقتا، فأصدرت قرارات في خلينا نقول محكمة النجف. أول أمر قضائي أصدرته بحق أحد المتهمين وعفت عنه استنادا إلى قانون العفو العام حتى الجديد. محاكم كركوك. نعم، تقريبا 4 محافظات أخذت به. نعم. لأن رأت يعد مخالفة قانونية؟ إحنا ما نقدر نقول مخالفة قانونية، لأن هو قانون خلينا نقول صحيح، بس شنو اللي بقى؟ ما انتظروا قرار إلى أن خلينا نقول المحاكم تحسم القضايا الدعاوي، حتى هو تعطيل مؤقت احنا مثل ما تفضلنا. نعم. وليس إلغاء. فهذا اللي حصل هنا، الاختلاف ما بين تنفيذه وما بين الانتظار المؤقت لحين حسم القضايا. إذن هو من ناحية التصويت ومن ناحية التشريع على الكلام. نعم. اللي ذكرته الضيفة. نعم. الزميلة استاذ، الأمر الولائي هو إجراء مؤقت. نعم. تمهيدا لإقامة دعوة للطعن بشرعية الجلسة وليس شرعية القانون. صح. إجراء مؤقت. اليوم أنا قدمت ولائي ما هو أوتوماتيكيا إذا الجلسة غير شرعية بالتالي التصويت غير شرعي؟ لا، الجلسة شرعية وصار تصويت عليها، لكن رأيي أنا اليوم متضرر من موضوع معين، من حقي أن أقدم طعن للجهات المختصة. المحكمة الدستورية الرقابية على تشريع القوانين وعلى تفسيرها هي المحكمة الاتحادية. نعم. لما أعضاء في البرلمان قدموا أمر ولائي، الأمر ولائي بحكم القضاء المستعجل، أقدم أمر ولائي أطلب تمهيدا لإقامة دعوة أطعن بشرعية الجلسة وليس شرعية القانون، حتى يعني المتلقي يفهم الفكرة. نعم. بشرعية الجلسة وليس شرعية القانون. بعد ما أقاموا الأمر الولائي أكو فد فقرة بقانون العفو، شو تقول ينفذ القانون من تاريخ صدوره. قانون المحكمة الاتحادية شو يقول يقدم الأمر الولائي أو يطعن في القرارات من تاريخ تنفيذ نشره. الفرق صار، الخلاف صار بين النشر انه القانون بعد ما منشور بشريطة الوقائع الرسمية والوقائع الرسمية. نعم. الخلاف وين صار؟ بين النشر انه القانون ما منشور بعده، لكن قانون العفو شو يقول ينفذ من تاريخ تشريعه، يعني من التاريخ بدأوا به قبل النشر. نعم. ضمن القانون.
فهنا المحكمة الاتحادية احنا مو بصدد المساس بمؤسسات الدولة، لكن هو خلاف قانوني، احنا بدنا ننطي رأي قانوني بصدد خلاف قانوني. الخلاف القانوني المحكمة الاتحادية لجأت إلى قانون المرافعات المدنية باعتبار الطرف المتضرر من موضوع ما أن يقدم طلب أمر ولائي إلى المحكمة المختصة في سبيل إيقاف الإجراءات، لكن مجلس القضاء الأعلى كان عنده رأي قانوني آخر، قال انه ضمن النظام الداخلي المحكمه الاتحاديه ماكو نص يحكمنا او يوجب ايقاف العمل بتنفيذ اجراءات قانون العفو، اذا هو نافذ من تاريخ صدوره. نعم. يعني مو من تاريخ نشره، من تاريخ صدوره. هذا الخلاف القانوني. نعم. عفوا نسيت، هذا الخلاف القانوني اللي حصل بين المحكمه الاتحاديه ومجلس القضاء الاعلى. يعني ممكن انه بعد نشره، بعد ما تخلص المدة القانونية، ممكن أي طرف مثلا من المختصين بهذا المجال مثل أعضاء المجلس النواب يجي يقدم أمر ولائي ويطلب إيقاف العمل بقانون العفو العام الصادر رقم 27 ويوقف العمل به إذا وافقت المحكمة الاتحادية واعتبر الإيقاف قانوني، أو ممكن أن ترفض الأمر الولائي تمهيدا لإقامة دعوة للطعن بشرعية الجلسة. نعم تفضل أستاذ. هو اللي حصل شنو مثل ما تفضل، اختلاف في فهم النصوص القانونية. من يصير اختلاف في فهم النصوص القانونية تصير هكذا مجادلات. نعم. سوزان اليوم خلينا نحكي بصراحة. نعم. ايش قد تأثير، ما هو تأثير الدور السياسي على القوانين النافذة العراقية، تأثير السياسة على القانون والدستور؟ طبعا كل قانون طبعا بها تأثيرات جانبية إيجابية وسلبية. الجانب الإيجابي مثل ما تفضلنا قبل شوية، يعني وضحنا للأخوة الكرام بأنه القانون من يصدر راح يخدم الطبقة اللي انظلمت به، بس اكو جانب سياسي هم راح يستفاد من هذا القانون. نعم. يعني مثلا اكو جرائم الماسة بأمن الدولة خلينا نقول، او جرائم التخريب بأموال العامة، المفروض ما ينطي قانون صريح به بالعفو العام، لأن إذا خلينا نقول مؤسسة دولة أدى إلى اختلاس أموالها أو التدخل في عمل سياستها أو نظامها الداخلي، يفضل أن تكون فقرات العفو العام مدروسة جيدا من هذه الناحية. نعم. احنا يعني هواية من الناس تقول يعني اكو ناس اختلست بأموال الدولة، اكو طبعاً سياسيين فاسدين، ويجوز حتى كان ما يقدرون يترشحون بالانتخابات الجاية لأنه عليهم قضية تزوير. نعم. قضية فساد، سرقة أموال الدولة، سرقة المال العام. بالتالي هل من المعقول يجي مثل هيك قانون ويعفي عنهم حتى بدون ما يرجعون لمول ساقيها؟ بس بهذا القانون الجديد هو طبعا استثنى، احنا شرحنا الامور. نعم. استثنى هكذا امور سراق المال العام، يعني سراق الاموال العامه اللي تخدم خلينا نقول منافع عامه للناس، هذا اكيد ما راح يقر عليها القانون العفو العام، باعتبار راح يخرب امن دوله. نعم. اموال دوله. من هو اللي يحدد بان هذا الشخص بانه كان اختلاسه يضر بالمال العام وهذا الشخص ممكن اختلاسه بسيط؟ اكو عليهم رقابه تشريعيه. اي قانون من يصدر من مجلس النواب عليهم رقابه تشريعيه، لازم فقرات القانون تتوالم ويا النصوص ويا واقع الحال. فنلاحظ انه قسم من النواب هم اعترضوا على هذا بعض فقرات القانون عفو العام وتدخلت المحكمه بها، يعني دا يشوفون مدى صحة ونظرية التشريعية والقانونية من هذه الناحية. نعم. في سؤال أيضا هو سؤال قانوني. نعم. وسؤال سياسي. موضوع السلة الواحدة. نعم. اليوم موضوع السلة الواحدة من الناحية القانونية، هل هو فعلا قانوني بأن أنا اليوم رئيس مجلس نواب أصوت على عدة قوانين في جلسة واحدة؟ لا، هي مو بجلسة واحدة، طبعا هذا مشروع تم في جلسة واحدة اللي هو قانون العفو العام والأحوال الشخصية. هذا تم دراسته. نعم. يعني مو في يوم وليلة كما يعني لا يخفى على الأخ. نعم. يعني هي راح تصير مقترحات قانونية، راح يتدخل بها الجانب القانوني، راح يتدخل بها الجانب السياسي، يشوفون مدى ملائمة هذا القانون العفو العام في قانون. نعم. في قانون الموازنة العامة يتم قراءة فقرة فقرة والتصويت على فقرة فقرة. نعم. فقرة فقرة. في قانون العفو العام، قانون إعادة العقارات، في قانون الأحوال الشخصية ما شفنا هذا الشيء بأنه فقرة فقرة التصويت عليها، كان تصويت بسلة واحدة على المجمل. فهذا أيضا من ضمن الطعون المقدمة. هو باعتبار يعني انطرح عليهم هذا الأمور وهم على علم بها، يعني شنو اللي صار
انه اللي صوت الاغلبيه مشوا على كلام التصويت بالمجمل وليس فقره فقره. نعم، وليس التصويت على خلينا نقول بعض مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب والبعض الاخر، هذا اللي حصل. نعم، خلينا نشوف راي السيد حسين من الناحيه السياسيه. طبعا بجانب سياسي، واصلا هو اتهام بانه اصلا هو القانون الجانب السياسي هو اكثر من الجانب القانوني، والدليل قانون للكرد، قانون للشيعة، قانون للسنة بسلة واحدة. لا أستاذ، هو شوف مرحلة التصويت احنا ما نجي لمرحلة التصويت، ابتداء احنا نرجع لمراحل تحضير القانون. نعم. انه المقترح منه راح يقدمه من رئاسة الجمهورية والوزراء او من مقترح من اللجان المختصة بمجلس النواب، راح يقعدون مقترح قانون ويدرس من ضمن اللجان المختصة وتصير عليه مرحلة قراءات يوضع ضمن جدول أعمال البرلمان. هذه القراءات راح تقرأ فقرة فقرة ويدقق فقرة فقرة، يطلعون اطلاع كامل. تبقى مرحلة التصويت، مرحلة التصويت يدخل بها جانب سياسي، الجانب السياسي بكل مجال موجود. اليوم احنا بصدد نظام برلماني تعددي، كل مكون أو كل مكون بالفعل عنده يعني كتل سياسية تمثله. الكتل السياسية دائما تدفع بالقانون اللي يخدم مصالحها، تمام؟ فاليوم مثلا الكتل السنيه ومن ضمنها مثلا الاتهامات الاخيره بصدد حزب تقدم والسيد محمد الحلبوسي، لما سعى وراء هذا الموضوع، سعى وراء هذا الموضوع لانه هو بمنفعه للمكون السني. يقول لك انا اغلب الموقوفين والمحكومين اليوم هم من المكون السني، فانا اريد قانون عفو، قانون عفو مو بصدد المرتكب جريمه، بصدد البريء، لان يعرف انه تقريبا احنا مثل ما قلنا 80% منهم ابرياء. النظام السله الواحده هو نظام اشبه بنظام المقايضه، انه انا اليوم امرر لك هذا القانون بدون ضرر للمكون الاخر، وانت مرر لي هذا القانون بدون ضرر للمكون الاخر. يعني صارت بهالشكل. النظام يعتمد على الأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة. لما صار تصويت إذن الجلسة شرعية وإذن القانون صحيح، احنا من وجهة نظر قانونية مو بس سياسية. نعم، هناك اتهام للسيد الحلبوسي بأنه هو من عرقل قانون العفو العام عندما كان رئيسا للبرلمان، وبالتالي هسه يريد يحسب الإنجاز إلى ما هو كان رئيس البرلمان. ليش ما سواه بوقته؟ إطلاقا. هاي التداعيات بصدد عدم إقرار قانون العفو. هو نعم. قانون العفو مقر من 2016، قانون رقم 27 مقر. كانت المطالبة من قبل السيد الحلبوسي ومن قبل أغلب نواب المكون السني، حتى احنا ما نحسب هذا الإنجاز فقط للسيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي سعى وراء هذا الموضوع، حاول به مرارا وتكرارا، لكن كانت اكو معارضة من قبل بعض الشركاء في العملية السياسية، أنه رفضوا التعديل بداعي أنه هذا القانون راح يشمل الكثير من مرتكبي الجريمة الإرهابية. هذا المفهوم الخاطئ عند البعض، سعى بها وحاول مرارا وتكرارا، لكن اليوم وصلنا تقريبا للفصل التشريعي الأخير من عمر الدورة البرلمانية. الدورة البرلمانية على وشك الانتهاء، احنا على وجه يعني انتخابات برلمانية قادمة. صارت يعني موافقات من عدة كتل، يلا مرر قانون العفو رقم 27 سنة 2016. سيد سوزان، ليش المحكمة الاتحادية أمرها الولائي بس على قانون العفو العام وعلى قانون الأراضي الزراعية الأحوال الشخصية، لو هو على 3 إجا؟ لا، هو على 3 إجا. القانون يعني ما إجا على فقرة واحدة بس. الطعون المحكمة تنظر شنو من يكون حالة طعن. حالة الطعن على الفقرات شنو اللي طعنت بها، خلينا نقول مجلس النواب أعضاء، على شنو تم الطعن، على ذاك المحكمة توقف. هو العفو العام شنو يشمل؟ الفقرات اللي حضرتك ذكرتها. وبالتالي المحكمة راح تعطل بعض الفقرات إلى حين حسم القضايا. نعم. فيما يخص التزوير، العادة إلى الوظيفة، كليته راح يمشي. نعم، حتى يشمل الموظفين المخلين بوظائفهم اللي كان الرشاوي. وهاي السنوات تنحسب خدمة؟ هاي تبقى بعد على الأوامر الإدارية. كل دائرة عندها تعليمات ونظام داخلي. قانون الإداري راح هنا هو راح ينظم هذا. فنشوفون القانون العفو العام طبعا راح ينشر وبجريدة رسمية وبها تعليمات، فكل دائرة راح تاخذ بما يخصها بهذه الحالة وينظم هذه الأمور، وراح يشوفون هذا الموظف راح طبعا هو ما يسري بأثر رجعي. نعم. قانون الإداري ما يسري بآثار رجعية إلا إذا كان في مصلحة الموظف. فإذا هجا هذا القانون أعفى عفو عام عن خلينا نقول الخلل اللي سواه أثناء تأدية وظيفته، تزوير، اختلاس، طبعا الإدارة راح تكون أكثر تقييد، ما راح تخلي نفس المكان اللي أدى إلى فعل هذه المخالفات. نعم. وسنوات الخدمة تنحسب له ينحل التقاعد. النظام الداخلي، عفوا بس بها وجهة نظر قانونية. النظام الداخلي. عفوا ست على المقاطعة، بها وجهة نظر قانونية. القانون التعديل الثاني، القانون العفو العام النافذ، يقول يعني يشمل الجريمة
المرتكبه أثناء العقوبه عن الجريمه، العفو، يعني نعم. مثلا اليوم شخص ارتكب جريمه اختلاس او قتل او اي نوع من الجرائم الجنائيه، يشمل العقوبه عن الجريمه ويشمل القيد الجنائي ويشمل العقوبه التبعيه. كثير مثلا تدري احنا كل موظف او منتسب لدائره معينه راح يكون بتحقيق اداري، فهذا العقوبه التبعيه والقيد الجنائي ايضا تشمل، اذا يعني تكون الجريمه كان لم تكن، العقوبه تشمل كامل هي والتبعات القانونيه اللي مترتب عليها من القيد الجنائي والعقوبه التبعيه. بالنسبه لاي موظف خلينا نقول شكلوا لجنه تحقيقيه بحقه، نعم. وتعاقب باحدى العقوبات الانضباطيه المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدوله. هنا المحكمه من انطت عفو عام ما لها علاقه بالعقوبات الانضباطيه، تسري بحقه. هو عليه خلينا نقول الفعل اللي ادى الى ارتكاب هذه المخالفه ونظرت بها المحاكم، هي راح هنا خلينا نقول القانون يشمل هاي الفقرات، بس الفقرات النظام الداخلي كل دائره هي اللي راح تنظر بهذه الامور، فاذا اتعاقب موظف خلينا نقول في فصل من وظيفته اثناء تاديه واجبه، تسري على هاي العقوبات، ما ترجع باثر رجعي الا بقانون صريح يخدم الموظف. فهاي الامور نعم. لازم نفصل ما بين القانون الاداري اثناء تاديه الواجب وما بين القرارات التي تصدرها المحكمه فيما يخص العفو العام لجميع الموظفين. ست سوزان، ماشي القرار العفو العام سواء نعم. امر ولائي او مو امر ولائي، نعم. لان الاختلاف بالمده الزمنيه، نعم. فبالتالي هو مشي خلص. نعم، وتبقى كل محكمة مدى فهمها للقانون. طبعا اكو محاكم اذا مقتنعة بانه هذا القانون هو ايقاف مؤقت، تقول لك انا ليش ما ايقاف مؤقت لحين؟ نعم، لحين حسم القضايا اللي تم الطعن بها امام المحكمة العليا. نعم. القضاء. نعم. خلينا نجي على نقطة مهمة، انعكاس مثل هكذا قوانين على المجتمع. نعم. ست سوزان، نعم. حضرتك محامية. نعم. بالتالي ممكن راح يجوش ناس بأنه يابا طلعوا واحد إفراج وطل انشمل بالقانون وأنا نعم. ما أريد يطلع، مطلوب نعم. إلي، نعم. عندي ثار وياه. نعم. فبالتالي ممكن يأثر على المجتمع سلما. نعم. وجهة نظرك، هل قانون العفو العام يؤثر سلبا أم إيجابا على المجتمع؟ أنا سابقا مثل ما تفضلت لحضرتكم. نعم. قلت هو به جانب سلبي وجانب إيجابي. نعم. الجانب الإيجابي اللي حلو به بأنه أنطى فرصة للمغدورين أو اللي مجنى عليهم. نعم. بأنه تكون هناك صلح وتراضي، يلا يتنفذ القانون بحقهم. أما الجانب السلبي فبعض الجرائم خلينا نقول الرشوة، الاعتداء، الضرب المفضي إلى الموت، هنا اكو حالات راح طبعا الشارع العراقي أو الشخص اللي تم الاعتداء عليه راح يضرر من هذا الجانب، بس هو بشكل عام القانون أنطى حق بأنه يصير تنازل وصلح، يلا يطبق عليه قانون. نعم. العفو كمختصين قانونيين. نعم. كنقابة محامين، ما شفنا فد اعتراض على فقرة معينة من عندكم؟ هل مثل هكذا قوانين هي تتم بالمناقشة مع نقابة المحامين، مع آراء المحامين بشكل عام، أم هو جانب سياسي بحت؟ عين أستاذ، كل مجلس نواب به لجان قانونية مختصة. نعم. يترأسها رئيس لجنة قانونية. نعم. يناقشوها فقرة فقرة. يعني أي قانون، لكن احنا نعرف رئيس اللجنة القانونية واللجنة القانونية بشكل عام قانوني، هي كلها لجان لجان سياسية. نعم. نعم. فاحنا نحكي على روح القانون. احنا روح القانون في عندما تلاحظ عدم اعتراض نقابة المحامين على أي فقرات، يعني هذا واضح بأنه أكو أمور إيجابية هم موافقين عليها. نعم. لأن مثل ما تفضل الأخ واللي أنا أيده 80% من الناس هم اللي انغدروا. نعم. اللي اتحاكموا على ضحايا أدلة الفترة المظلمة. على نعم. هذا التسمية الخاطئة، ضحايا الفترة المظلمة من 2014 إلى 2017 على أدلة مفتعلة، مخبر سري مخبر سري غير صحيح. شهود. اي قضيه ما يقدر يرفضها، خلينا نقول دائره النزاهه، القضايا، المحكمه عن طريق مخبر سري. في احد القضايا، انا ما اريد اطول على حضراتكم، انا نعم. يعني بالذات دافعت عن موكلين 3 ادله مفتعله، اقراص بيدينهم ادانات ارهابيه حسب الماده 4 ارهاب. لولا أنه استخدمنا العقل والقانون لذهبوا ضحايا هذه الإخبارات السرية. طبعا كانت أدلة جدا جدا مفتعلة، يعني لو مشى القضاء عليها لكانوا الآن محاكمين حسب المادة 4 إرهاب. نعم. احنا راح نسوي، صار قانون العفو العام أستاذ حسين. نعم. ومشي وراح يخرجون قسم ويجوز قسم ما راح يخرجون، لأنه ممكن تعاد المحاكمة وأيضا تثبت عليهم نفس الجرائم، نفس التهمة. نقطة مهمة،
اني اليوم اكو لازم اسوي تعديلات، لانه اليوم اكو فقرات بالدستور او مثل هيك القوانين. يعني مثلا احنا شفنا كمكون سني بان يتهم بانه هاي الفقرات هي اصبحت مخصصه للمكون السني، فبالتالي ممكن اي احداث ارجع اني استهدف بها مكون ضد اخر. شنو الضمانات؟ استاذ ماكو ايضا القانون المشرع ما بي اطلاقا فقره انه تخدم المكون السني. نعم. يعني حديث الساعه اليوم هو الدعاوى الارهابيه. نعم. الدعوه الارهابيه اليوم ماكو فرد شيء يقول انه تشمل بقانون العفو، وبنهايه القانون كتبوا بعباره ومن انتمى بارادته. واحنا اغلب المتهمين او مو اغلب بالاجماع يجيبونهم يقول تولدت لي فكره الانتماء، هذا تحت الضغط والاكراه. اذا وين الانتماء بالاراده؟ ماكو استفاده. يعني انه القانون اليوم اطلاقا مو مصلحه المكون السني، لكن يقول لك هذا اقل ممكن. يعني انه انا اخذ اليوم اطلع كم واحد من الابرياء حتى انصفهم، والا هو القانون احنا الخلاف كله هذا الخلاف اللي الدائم كله بصدد الماده 9 من قانون مكافحه، من قانون العفو العام رقم 27 سنه 2000. نعم. اكو ايضا احاديث بان يقول لك هو المستفيدين بالحقيقه اللي اكثر هو المكون الشيعي فعلا. كون انه المكون السني هو ما راح يطلق جماعته، راح تنعاد انتخابه، وبالتالي ممكن تثبت عليه التهمه من جديد، لكن الاغلبيه بالمكون الشيعي راح يطلعون اكثر. استاذ انا احكي لك اياها، اعطينا هاي المفارقه. احكي لك واقع حال. نعم. بالنسبه للدعاوى الارهابيه وانا مسؤول عن كلامي، 2 إلى 3% راح يطلعون ينشملون بقانون العفو. ينشمل بقانون العفو شلون؟ عن طريق إعادة المحاكمة وإعادة التحقيق، لأن راح تثبت الأدلة أنه هو بريء، وإحنا عندنا قناعة وثقة كاملة بالقضاء. أما هسه عندك مثلا الدعاوى مثلا المخدرات، دعاوى الفساد المالي، دعاوى غيرها أغلب المكونات الأخرى مستفادة من عندها. المكون السني أنا اليوم كمواطن من المكون السني ما مستفاد من هاي الأمور يعني بالأغلب. نعم. خلينا نشوف رأي سيس سوزان أكو مداخلة بسيطة. نعم. فضل. احنا لا يخفى علينا، احنا المحكمة انطتنا حق هسه عن طريق لجان تقارير طبية إعادة محاكمة، بس في حالة إذا الشخص المتهم ما قدر يثبت براءته للمرة الثانية، إذا كانت أدلة قوية ومفتعلة، هنا هم هنا الشخص المتهم راح ينظلم من هاي الناحية. يعني وصلت الفكرة؟ نعم. شخص تم إعادة محاكمته، القانون انطاه حق، إذا الأدلة بقت هو تحت ضغط وإكراه اعترف بعدة جرائم. نعم. وما قدر خلال هاي الفترة أن يجيب أدلة جديدة. نعم. وخلال هاي الفترة هذا شخص ضعيف، ما عنده اتصالات، ما عنده خلينا نقول ظهر سياسي، ما عنده قوة اللي تدعمه حتى يثبت براءته، هنا هم راح يظل مغبون ومظلوم هذا المتهم. نعم. في نقطة أخيرة سيس سوزان. نعم. على فقرة المخدرات. نعم. فقرة المخدرات اليوم تجار المخدرات راح نشوفهم بالشارع من جديد؟ طبعا أنا ما أأيد فكرة العفو العام بالنسبة لتجار المخدرات. نعم. هل هم مشمولين بالعفو؟ هي اجت بها بعض الاستثناءات، يعني بعدنا احنا خلينا نقول ماكو اطلاع عام هيك. هم قال يعني مثل ما تفضلنا قلنا بانه ما يمس امن الدوله وما يمس خلينا نقول الامن بشكل عام، بس هنا بهاي الحاله اذا هذا تاجر مفتعل ودخل كميات كبيره من المخدرات، الضحايا منه؟ الابرياء اللي ما يعرفون. صح هو عنده وعي بانه هذه مخدرات راح تضره، بس اعتاد على تعاطيها. هنا هم كارثه بحق مجتمع كامل من هاي الفقر. المفروض تاجر المخدرات ما انطيه فرصه العفو العام حتى لا يكون ذريعه للوصول الى ضعفاء النفوس اللي ليس بمقدورهم الدفاع عن انفسهم، لان الشخص المتعاطي ما يقدر يبطل هذا الشيء بعد تعاطى، يعني جسمه تشبع بماده خلينا نقول مخدره. نعم. بالمجمل قانون العفو العام يفيد المجتمع ام يضر المجتمع؟ متفائله بتطبيق فقراته؟ انا بالنسبه لي متفائله. نعم. بالنسبه للابرياء اللي راحوا ضحايا. نعم. خلينا نشوف استاذ حسين بسؤال اخير. استاذ حسين، هل بين مثل هكذا قوانين جنب السياسيه باكبر من الجانب القانوني، هل ممكن أن نشوف إحنا السياسيين استفادوا ب أو جماعتهم ربعهم الناس القريبين من السياسة واللي عندهم ظهر يستفادوا من هكذا قانون أكثر من الشعب؟ الجنبة السياسية بهذا المجال السياسيين استفادوا أكثر من المواطن بهذا القانون، لأن استخدموه كذريعة كدعاية انتخابية. كل سياسي وخاصة من المكون السني، وأحكيها أكثر من مرة، أنه استفادوا من هذا القانون دا يروج المشروع الانتخابي،
يروج للانتخابات القادمة، يدعي نفسه أنه هو متبني هذا القانون وهو اللي داعي بالمظلومين وهو اللي داعي بالأبرياء، وبالحقيقة هو ما قدم، ما فعل أي شيء. هذا الموضوع أخذ أكبر من دوره، والدليل أنه فتحوا مكاتبهم، نستقبل الناس، نقدم طلبات، إحنا نطلع الأبرياء، إحنا كذا إحنا كذا. الأمور ما تدار بهذه الطريقة. سيطبق قانون العفو العام بجميع فقراته؟ القانون يطبق وبجميع فقراته بالنسبة لكل الدعاوى، بالنسبة للجنائية وبالنسبة للجريمة الإرهابية. لكن يعني الفقرة اللي أكد عليها وأقول عليها أنه الجريمة الإرهابية ما مشمولة بقانون العفو، مشمول البريء. والدليل القانون وضح لك وبين لك كيفية محاكمة المتهم البريء. يعني بس أريد أوضح هاي الفقرة يا أستاذ، ولا عندي وقت يمكن داهمنا. اليوم متهم أني من أجيبه وأعرضه على قضاء بدون توفر ضمانات قانونية. المتهم إلا ضمانات قانونية. نعم. تمام. لما أعرضه على لجنة طبية، اللجنة الطبية تبين أنه هذا المتهم تعرض إلى إكراه وتعذيب وضرب وكذا، وهذا تقرير طبي صادر من جهة رسمية مختصة. زين، إذن هذا الاعتراف ما له مو صحيح. ما يجوز أنه أبني قراري على الاعتراف. نعم. الفكرة السائدة أنه الاعتراف سيد الأدلة، هذا موضوع خارج موضوعنا، مو بهذا التفاصيل. نعم. يعني إحنا عندنا موضوع أنه المتهم إلا اعترافه يحكمه. ما نتبنى فكرة أنه عندنا أدلة، عندنا مثلا مصادر المعلومة، عندنا وسائل. يعني أكو أمور عندنا بوسائل التحقيق أنه مو تشكيك بالقضاء. نعم. تشكيك بالجهات اللي استخدمت هذه الوسائل. نعم، وهو هذا احنا ما نأكد عليه يعني بإعادة المحاكمة. نعم، إذا عندك مداخلة بسيطة. نعم، احنا خلصنا هناك أمور نعم. لم يتطرق إليها أي شخص. هناك بعض الأبرياء تم اعتقالهم بتهم طائفية، تهم سياسية. نعم. تم إخفائهم ليومنا المغيبين هذا. لا توجد أسمائهم في حاسبات، لا توجد أسمائهم في سجون. من المسؤول عن هؤلاء؟ أين سوف يتم يعني إيجادهم؟ القانون العفو العام لن يسعفهم، لأن أصلا ولا أتطرق للمغيبين، ولا أتطرق إلى المغيبين. كيفية الوصول إليهم، كيفية وصول عوائلهم إليهم. ليومنا هذا هناك مغيبين. نعم، المغيبين أيضا في الجانب السياسي. المغيبين في الجانب السياسي. المغيبين في الجانب السياسي. ما نروح بعيد، نحكي على تشكيل حكومة كركوك. تشكيل حكومة كركوك من ضمن ورقة الاتفاق السياسي هو كان جانب المغيبين. تمام؟ نعم. المغيبين انه لازم يبين مصدرهم. المغيبين لحد الان احنا ما شفنا شيء منهم. نعم. ليش ما ضمن قانون العفو العام؟ ما ضمنوها لان ماكو يعني سبل وصول النتائج بهذا الصدد. هو مغيب، اخفاء. هو مغيب، لكن يعني لا يقدر يشمله بعفو ولا يقدر يبحث عنه. لكن اكو عندنا مثلا اعداد وارقام موجوده انه المغيب موضوعه وحده انت دخلتها ضمن مشروع اتفاق سياسي. يا سياسي انت اللي شكلت وانت اللي اشتغلت وانت اللي جيت، وين النتائج؟ نعم. هذا موضوع معين. نعم، وهذا احنا اكيد سوف نتطرق له في مواضيع اخرى. طبعا اشكرك جزيل الشكر السيد حسين الفرجي مراقب للشأن السياسي، شكرا لانضمامك الينا ولتلبيه الدعوه. ايضا شكر موصول للسيده سوزان العزاويه المستشاره القانونيه، شكرا جزيلا لك وشكرا لتلبيه الدعوه وشكرا لكل ما ادليت به من ايضاحات. ايضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول اليكم. التقيكم في حلقه قادمه ومواضيع اخرى ومحاور اخرى. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.